اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخباركم يا حبايبي؟ معاكم منار او اكل بيت على قد الايد. النهارده عملنا الكيكه الجميله القمر ديت، بالكيكه باليوسفي او بالسفندي زي ما بتسموه. الكيكه هشه وجميله وروعه بجد، كان طعمها خيال. كل شويه خلود بنتي تقول لي حلوه يا ماما، لان هي اللي عاملاها. تسلم ايدك يا خوخه، ما تحرمش منك يا رب. ربنا يوفقك يا حبيبتي يا رب كده في دراستك يا رب يا حبيبتي انت واخواتك. النهار شايفين شكلها بعد ما قطعتها عملتها كده على شكل وردة، بجد كانت هشة وجميلة جدا وروعة وما شاء الله. تسلم ايدك يا خوخ. علموا اولادكم يعملوا كل حاجة في البيت، وما تقولوش ده هم لسه صغيرين بكرة الدنيا قدامهم، لا علموهم كل حاجة. وده شكلها يا حبايبي. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس كده عشان يوصلكم كل جديد من منار. ويلا بينا نشوف الكيكة الجميلة القمر اتعملت ازاي. اول حاجة كده حبايبي، جابت السفندة قطعته على 2 او اليوسفي، وجابت العصارة وعصرت كده في العصارة. ده بيكون افضل من الخلاط، سواء برتقان او يوسفي بيبقى جميل جدا. عصرت كده في العصارة. طبعا البذور بتاعت اليوسفي بيكون في المصفى بتاعت العصارة طبعا. ودخلنا بقى على المقادير. معانا 5 بيضات طبعا، وجبنا البولة بقى ناشفة وتكون ما فيهاش ولا نقطة مية، ناشفه خالص، عشان طبعا قوام البيض وانت بتضربيه بالمضرب يدي هشاشه كده ويكون جميل. وبدات تحط كوبايه السكر مع ال5 بيضات، وحطت بقى شويه فانيليا، قيمه معلقه فانيليا. طبعا انتوا عارفين ان الفانيليا ديت مركزه جدا. حطت معلقه شاي فانيليا. وادي شكل البرتقال في الكوبايه كده، شكل اليوسفي قصدي. وادي حطت كده معلقه بشر برتقان، انا حطاه في الفريزر طبعا. وحطت ربع معلقه ملح. وبدات تضرب المكونات دي مع بعضها لحد ما يكون القوام هشش كده وجميل. ومن بعد البيض ما يكون اصفر هيكون ابيض، والقوام بقى يبقى جميل كده. طبعا معانا السمنه هنحطها بعد شويه، ومعانا عصير اليوسفي. وبدات تضرب كده بالمضرب لحد ما ما يبقى يخفق معاها كده ويكون جميل. شايفين المنظر؟ بسم الله ما شاء الله. بدأت تحط 3 معالق سمنة، 3 معالق سمنة أو 3 معالق زيت اللي عندك هتستعمليه. وبدأت تحط كوباية اليوسفي عليه، وهتضربهم تاني مع بعض كده. بصراحة كانت جميلة جدا. تسلم ايدك يا خوخة بجد كتير. مش كل شوية تقول لي حلوة يا ماما حلوة يا ماما، اقول لها حلوة والله يا خلود. في حاجة كده كنت عايزة أقول عليها مهمة جدا لكل اللي عايز يعمل كيكة. ابعدوا عن البيكنج باودر. اكتشفت حاجة كده وسر بقى كده، إن الكيك شيف هو الأفضل لأي نوع كيكات أو بسبوسة أو هريسة. لأن البودر اتضح إن هو كربونات الصوديوم طبعا. وده مش مستحب خالص، بيخلي الكيكة من جوه سودة ومش حلوه. تلاقيها غامقه كده سنه وتقولوا من ايه ومش عارفه ايه. هو من البودر. فبلاش واستعملوا الكيك شيف. بدات بقى كده، نخلت كوبايه دقيق. هتعمل 3 كوبايات طبعا دقيق. طبعا الكوبايه دي ماهيش كبيره ولا حاجه، انتوا عارفين معيارها صغير شويه عن الكوبايه الكبيره بتاعت الميه. فبدات حطت كده 3 كوبايات وهتنخلهم كده حبايب. بعد ما نخلتهم كده، جابت معلقتين نشا هتنخلهم برضو. ضروري جدا في الكيكات تبعكم عشان تكون هشة وجميلة ومتماسكة جوه وجميلة كده وطعمها حلو وخفيفة. حطوا النشا ده 3 معالق نشا او معلقتين، تبقى جميلة جدا. ولو ما فيش حطوا معلقتين كاستر عادي خالص، ما فيش اي مشكلة. وانا خليتهم كده يا حبايبي. وبدأت تاني تضرب بالمضرب على اتجاه واحد. مهم جدا لما تيجي تعملي الكيكة تضربيها على اتجاه واحد، علشان خاطر ما ينفعش تروحي على اتجاه تاني وانت ماشية على اتجاه واحد، كده هتدخلي فيها هوا واحنا مش عايزين الحركة دي. بدأت تجيب الكيك شيف هتنخله. ضروري جدا يا حبايبي، ملحوظة مهمة جدا، الكيك شيف لازم يتنخل، لان بيبقى فيه كتل كده فبتبقى مش مستحبة في الكيكة. لما تنخليه هيدي هشاشة اكتر للكيكة وهيخليها ناجحه معاكي. بسم الله ما شاء الله. بدات نخليته كده يا حبايبي، وبدات تضربهم بقى بايدها. خلعت كده واحد من المضرب وبدات كده تعملها بايديها. والله انا ما كنت معاها وهي بتعملها. قلت لها يا خلود روحي اعملي صينيه كيكه باليوسفي.
لان عشان بتسمع فيديوهاتي وكده وعارفه انا بعمل ايه، فراحت عملتها زي انا ما بعملها بالظبط. بسم الله ما شاء الله، والله طلعت احلى من ما انا بعملها. علموا اولادكم كل شيء في المطبخ، خلوهم يطلعوا ستات بيوت وخلوهم يطلعوا شاطرين. مهم جدا تعلموا اولادكم كل حاجه. وزي ما شفتوا كده يا حبايبي، جابت الصينيه متبطنه بالدقيق، بطنتها الاول بالزيت وبعد كده رشت فيها دقيق، وهتبدا تفرغ الكيكه في الصينيه. طبعا في الوقت اللي هي بدات تعمل فيه الكيكه، بدات فيه انها تعمل الكيكه، كانت مولعه الفرن. قبل ما تعملي الكيكه، ساعه ما تبداي تجهزيها، ولعي الفرن تبعك، ويبقى على الشبكه تبقى في النص، في نص الفرن بالظبط، وترفعي الكيكه على الشبكه علشان تاخد لون واحد من فوق ومن تحت زي بعضها. مش هتحتاجي انك تولعي الشوايه. ناخد بالنا من الحاجات دي، بتفرق كتير. في ناس بتروح تحطها على سقط الفرن على طول، ده خطأ، بتعمل منك بسرعة وبتلاقيها لسه عجين من جوه. فطبعا لما ترفعها على الشبكة هيكون افضل. وكده شكل الكيكة بعد ما خرجت من الفرن، بسم الله ما شاء الله، وبدأت تحركها بالكزلك او بالسكينة من هنا ومن هنا، وبدأت من النص كمان. وادي منظرها يا حبايبي بعد ما قلبتها، جميلة جدا وروعة. بدأت كده، جابت السكينة بعد ما بردت. نصيحة مني كمان وملحوظة مهمة، الكيكه ما تقطعش وهي سخنه، لو قطعتها وهي سخنه هيكون فيها فراغات وهيكون طعمها وحش مش كويس. بقى لما تبرد خالص وبعد كده ابدا قطعيها، تطلع معاكي بالمنظر ده. شايفين شكل الكيكه وهشانها ولونها، طالعه لونها فاتح جميل جدا. فبلاش تستعملوا البيكنج باودر، استعملوا الكيك شيف في كل كيكاتكم. وادي منظرها بسم الله ما شاء الله. يا رب اكون بفيدكم فيديوهاتي يا حبايبي، يا رب تكون فيديوهاتي بتعجبكم، يا رب كده تنوروني في قناتي المطبخ المصري البسيط. وده كده شويه اطباق من اللي انا عاملاها، رز بلبن بالصوص بكل جميع الصوصات وبالفواكه، وشويه اكلات، شويه حلويات كده بالمنظر ده ان شاء الله. اللي مش هتلاقوه على قناه اكل بيت على قد الايد، هتلاقوه على قناه المطبخ المصري البسيط. نوروني يا حبايبي، وما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس كده عشان يوصل لكم كل جديد من ام منار. وهقول لكم بقى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.